ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اول مره بنصور بالطريقه دي. الفكره كانت اني علشان اصور في البودكاست وانا ظاهره فيه، اول حاجه الكاميرا بتاعت الموبايل مش الطف حاجه، فلسه عايزه اغيره. تاني حاجه الابليكيشنز اللي بصور عليها علشان تقرا الميكروفون بتخلي الصوره بايظه، او ان علشان اصور بالكاميرا العاديه مش هقدر اشغل الميكروفون، فبالتالي الصوت هيبقى صعب جدا، فبضطر اصور بابليكيشنز معينه. ده بيخلي الصوره وحشه قوي، كمان بيخلي الصوره بتقطع كتير، فبضطر اعمل اديت كتير، فبتبقى الدنيا مش تمام. الصوت عشان الدوشه اللي عندي بيبقى مش الطف حاجه، الصوره بتبقى بتقطع والصوت فيها طالع صعب قوي. ففكرت ان ليه ما اجربش اصور بالطريقه دي، هيكون القطع ظاهره اكتر بالنسبه ليكم، وبرضه هحط صور عادي هتلاقوها بتظهر يمين او شمال الشاشة. فقلت اجرب، لو الموضوع كان تمام خلاص. ده هيخلي كمان التصوير اسهل بالنسبة لي، علشان يوم الجمعة اوقات ببقى تعبانة جدا، بيبقى اسبوع الشغل كان طويل فمبقاش قادرة البس وكده، وعلشان اصور في الايام بتاعة الشغل. لو بالطريقة دي هقدر اصور عادي، لكن لو بالطريقة التانية فهبقى مضطرة اغير هدومي والبس، وهيبقى حوار كتير بالنسبة اني واصلة البيت الساعة 5، فالموضوع هيبقى صعب قوي. فقلت اجرب الطريقة دي، اتمنى تنجح وهنشوف. هسيب الكتاب ده في ايدي شوية علشان مش بعرف اتكلم وايدي فاضية. ده كتاب عبارة عن زي قصص قصيرة للكاتب محمد إمام سنديل، وده من الكتاب اللي انا بحبهم قوي. هنتكلم النهاردة عن القطعة اللي انا خلصتها. اول قطعة هي سانشاين سويتر، وده عملت فيديو عنه فهنتكلم عنه باختصار شوية. تاني قطعة هنتكلم عنها هي انجريد سويتر، وبعد كده ستورم سويتر، وفي كذا قطعة انا شغالة عليهم حاليا. هنبدأ اول حاجة بسانشاين سويتر. البلوفر ده انا نزلت فيديو توتوريال ليه على اليوتيوب، وكان لازم انزل الفيديو ده لاني كنت حاسة انه صعب قوي او مضايقني اني مثلا حد يتفرج على حاجة على القناة فيتقرر ان هو يتعلم تريكو، فيجي يسألني ايه اول حاجة ابدأ بيها، ما يكونش عندي فيديو مناسب ان اقول له ابدأ بيه. هيقعد يدور فين؟ طيب يعني هصعبها عليه اكتر. كنت عايزة ان يكون عندي حاجة اقول له تقدر تبدأ بيها، علشان كده اخترت البلوفر ده. من اتجاه هو سهل جدا، مناسب للمبتدئين، وفي نفس الوقت بشوية تفاصيل صغيرة واختيار حلو للخيط نقدر نطلع قطعة بروفيشنال تحسسه بالإنجاز وتخلي عنده شغف وحماس أكتر إنه يكمل ويتعلم. عشان كده قررت إن يكون في قطعة تريكو سكارف وبلوفر، وكروشيه سكارف وبلوفر. وأول قطعة تريكو نزلتها كبلوفر هي سانشاين سويتر. البلوفر ده مناسب للمبتدئين جدا. أحلى حاجة فيه إن تفاصيله حلوة، فبمجهود قليل هتطلعي قطع شيك جدا. بنبدأ البلوفر ده من الخلف، بنبدأ بعدد غرز معين بالإبرة، نبدأ نتزايد على اليمين وعلى اليسار لحد ما نوصل للعرض اللي احنا محتاجينه. بعد ما نوصل للعرض ده بنعمل عدد أسطر معين بشكل مستقيم بدون تزايد أو تناقص، وبكده بنكون خلصنا الظهر. بعد ما بنخلص الظهر بنروح للجزء الأمامي، بنلقط عدد غرز معين من الجزء ده بالظبط. نبدأ نعمله بشكل مستقيم الأول، نعمل عدد أسطر معين بشكل مستقيم، وبعد ما نعملهم بنعمل تزايد علشان حردة الرقبة. فبنعمل كذا سطر مستقيم وبعد كده كذا سطر بتزايد عشان يديني شكل حردة الرقبة، واروح للاتجاه التاني اعمل نفس الموضوع كذا سطر بشكل مستقيم من الغرز اللي انا لقطتها، وبعد كده بعمل تزايد علشان حردة الرقبة. وبكده اكون خلصت الكتف اليمين والشمال. بوصل الكتفين ببعض عن طريق اني بضيف عدد غرز معين، 20 غرزة مثلا، واكمل الجزء ده على بعضه، الجزء الامامي على بعضه بعدد اسطر معين بدون تزايد او تناقص. بعد ما بخلص عدد الاسطر دي
بوصل الشغل كله ببعض وهشتغل دائري لحد ما بوصل للطول اللي انا محتاجاه. بعد ما بوصل للطول اللي انا محتاجاه بعمل الريبنج. بيكون عدد اسطر معين بعمله سطر امامي، غرزة امامية وغرزة خلفية، واي باي وان ريبنج، وبعمله بالطول اللي انا بحب شكل الريبنج عليه. بقفل الريبنج بحاجة اسمها ايطاليان بايند اوف. وليه بستخدم التكنيك ده في القفل؟ علشان يديني شكل منمق وشكل حلو للقفل، لان الطريقة العادية اللي بنقفل بيها الشغل بتكون مش اجمل حاجة. فالايطاليان بايند اوف بيخلي شكل الغرز زي ما انتم شايفينها كأنك شارية بلوفر جاهز. بعد كده بنروح للكم، بنلقط عدد غرز معين، وتعمدت ان الكم يكون بدون اي تزايد او تناقص علشان يكون سهل كفاية على اي حد مبتدئ، بحيث ان احنا في الاول مش محتاجين تزايد او تناقص. عملت الكم بحيث يكون مش واسع قوي ومش ضيق قوي، فمش واسع ان هو تشانكي وستايل واسع، ولا ضيق انه يضايقك، فهو وسعه مناسب، لان احنا لا نعمل تزايد ولا نعمل تناقص، نعمل الطول اللي احنا محتاجينه. وبعد كده بنعمل عدد اسطر معين حبيت ان هي تكون طويله شويه في الريبنج، ونقفل بيه ايطاليان باند اوف، علشان القفل العادي بيخلي الكم او استك الكم مع الوقت يوسع، ودي حاجه احنا مش حابينها. فايطاليان باند اوف بيديكي شكل حلو، وفي نفس الوقت بيخلي البلوفر وتفاصيله تستحمل معاكي ومش ما توسعش مع الوقت. خلصنا الكمين، بعد كده بنروح للرقبه. بنلقط عدد غرز معين من حوالين الرقبه، ونشتغل الطول اللي احنا محتاجينه لكلة الرقبة مضاعف. يعني لو انا عايزاه 4 سنتي بشتغل 8 سنتي، علشان انا بعد كده بتنيهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها واللي شرحتها في الفيديو بالتفصيل. في كذا طريقة بنتني بيها او بنخيط بيها الرقبة، واحدة منهم موجودة في الفيديو، ومع الوقت هنشرح الطرق التانية. فبكده بكون عملت رقبة شكلها حلو تستحمل، لان الرقبة لو كطبقة واحدة مش هتستحمل وهيكون شكلها مش ألطف حاجة. فبكده نكون خلصنا الرقبة. بالنسبة للخيط انا مش معايا الخيط نفسه اوريه لكم، لكن انا استخدمت الفتلة دي. كان خيط ستوك، وخيط ستوك معناها انه مش جاي بالباكج الاساسية بتاعته عشان هو باقي خيوط بره، وكان رفيع فاستخدمت معاه نوع كمان. في البلوفرات اللي زي دي بيكون لطيف قوي ان احنا نحط فتلة خيط مهير، بتدي الشغل شكل حلو جدا ومنمق، وبتخلي الشكل النهائي للغرز بيكون حلو قوي. فانا مع الخيط ده استخدمت خيط سلك مهير، طبعا مش ابيض، استخدمت نفس درجة البلوفر. ففتلة خيط مهير بتدي شكل حلو جدا لفينش البلوفر ده. فاستخدمت فتلة خيط صوف رفيعة مع فتلة خيط مهير. لكن لان الخيط ده ممكن ما يكونش متوفر قوي، انا ما لقيتهوش تاني، فاحنا هنستخدم بديل ليه. ومن انواع الخيط اللي هتدي شكل حلو قوي للغرز في بلوفر زي ده ان احنا نستخدم خيط اليز انجورا جولد. الخيط ده هيكون حلو قوي، وكمبتدئين درجات الوان الخيط ده حلوه، فهتديكي فينش حلو، وتحس انه بلوفر الفينش بتاعه مظبوط لان خامه الخيط نفسها حلو. فمن غير مجهود كتير باستخدام فتله حلوه ودرجه لون حلوه هتحسي ان البلوفر طالع شكله حلو جدا. فاليز انجورا جولد على فتلتين هيكون بديل مناسب جدا للخيط ده. ممكن كمان نستخدم خيط اليز لانا جولد فاين مع فتلة سلك مهير، بس اللي هيكون متوفر اكتر هو اليز انجورا جولد على فتلتين، هيكون بديل حلو قوي. دي كمان من الدرجات الحلوة قوي، قريبة شوية من درجة البلوفر بتاعي، وفي درجة افتح منها لو عايزينها هتلاقوها. حاولت في الفيديو يكون كل حاجة واضحة، لو حد اتفرج عليه ولقى فيه مشكلة او حاجة مش واضحة يقول لي اخد بالي منها في التسجيل او التصوير بعد كده. الفيديو مناسب للمبتدئين جدا، حلو قوي، تفاصيله حلوة، ومن انواع البلوفرات اللي ممكن تعملي منها كذا قطعة بكذا لون ويكونوا عمليين جدا، مناسب للاجواء العملية والدراسة والكلية والشغل وكده.
فهتحسي انت بتستفيدي منه كتير، سهل في اللبس، مش محتاج تنسيق كتير. بس كده. تاني بلوفر هنتكلم عنه النهارده هو انجريد سويتر من تصميم بتيت نت، وده يعتبر واحد من اكتر التصاميم المشهوره عندها واللي الناس كتير قوي طبقتها. في الاول اول ما شفته انا كان نفسي اعمل البلوفر ده بدرجه من درجات البيج، كانت حلوه قوي فيه. لكن جه العيد وما كانش فيه مشروع شغال عليه، فقررت ان انا عايزه اعمله وما كانش عندي غير الدرجه دي من الخيط، فقلت ان انا هعمله بيه. وبعد كده يا قررت تاني بالدرجه اللي عجباني، يا عملت بالدرجه التانية حاجه قريبه منه وبدات فيه في العيد. هو سهل جدا، مش زي ما يبان عليه، ممكن يكون باين عليه انه فيه تفاصيل كتير او كده، لكن هو سهل جدا. هو عموما اي بلوفر عباره عن شابترز او باترن او اجزاء بيكون سهل، مع ان بيكون باين عليه ان هو اصعب شويه، لكن هو ما بيكونش صعب خالص. انا استخدمت فيه خيط اليز انجورا جولد على فتلتين. الخيط سمكه حلو قوي، فلما بيكون على فتلتين بيكون مناسب جدا لبلوفر. وبالصدفه جدا فكذا قطعه من اللي انا اشتغلت عليهم الفتره دي كنت مستخدمه فيها الخيط ده، مع ان انا بحب الخيط ده جدا، بس ما كانتش بتصادف معايا دايما اني بستخدمه كتير. بس الفترة دي فعلا استخدمته كتير، ومعظم البلوفرات بتاعت النهاردة يا استخدمت فيها الخيط ده، يا الخيط ده هو البديل المناسب للخيط اللي انا استخدمته. بالنسبة للطريقة اللي نفذت بيها البلوفر ده، فاحنا بنبدأ البلوفر من الخلف، بنحط على الإبرة عدد الغرز اللي هنبدأ بيها للظهر كله، مش زي الأول ان احنا بنبدأ بعدد معين ونعمل تزايد. لا، انا مثلا هعمل الظهر هنا 100 غرزة، بحط ال 100 غرزة كلهم على الإبرة وابدا اشتغل ال 30 غرزه اللي في النص. وبعد كده في السطر الامامي وانا بشتغل 30 غرزه بضيف عليهم 10 كمان من اتجاه اليمين، وانا راجعه في السطر الخلفي باخد 10 من الاتجاه التاني، وهكذا وانا رايحه الاتجاه التاني بضيف 10. فبالتالي مع كل سطر بضيف عدد غرز معين من كل اتجاه لحد ما نوصل اني عندي الغرز كلها شغاله عليها. ليه؟ عشان يديني الشكل ده. الشكل ده مهم في ايه؟ في ان احنا كتفنا مش مستقيم، محدش كتفه مسطره، كتفنا بيكون نازل شويه من اتجاه الرقبه لاتجاه الدراع، فبيكون افضل ان البلوفر ياخد الشيب او الشكل ده. من الطرق دي ان احنا نعمل تزايد او ان احنا نعمل زي ما انا عملت في البلوفر ده. فكده بنكون خلصنا الجزء ده، بشتغل عدد اسطر معين بشكل مستقيم. بعد كده بروح للباترن او الشابتر التاني، بعمل الدايموند ده او المعين ده. وبعد ما خلصته بعمل جزء تاني عبارة عن 2 باي 2 ريبنج، غرزتين اماميتين وجنبهم غرزتين خلفيتين لعدد معين من الاسطر، وكده اكون خلصت الجزء بتاع الظهر كامل. بعد كده بتجه للامام، ببدأ بالكتف الشمال. اول جزء بعمله بنفس الطريقة اللي بدأت فيها البلوفر، اني بحط كل عدد الغرز اللي هعملها للكتف على الابرة، واشتغل الاول 10 غرز مثلا وانا راجعه اخليهم 15 وهكذا. وبعد كده اشتغل عدد اسطر معين بشكل مستقيم، وبعد كده بعمل الحردة بتاعة الرقبة، باني بعمل تزايد في اتجاه الرقبة عشان ده يديني او يكمل شكل الكتف اللي انا بدور عليه. خلصت الجزء ده بروح للكتف التاني، اعمل نفس الخطوات بالظبط، اعمل الحردات بتاعتي وبعد كده اشتغل بشكل مستقيم. وبعد كده بوصل الكتفين ببعض بعدد معين من الغرز، واشتغل الباترن بتاع المعين على الجزء الامامي كله. خلصته اروح للجزء ال2 باي 2 ريبنج. بعد ما اخلصه بوصل الشغل الامامي بالخلفي واشتغل الراوند او بشكل دائري، بضيف عدد غرز معين تحت الباط اليمين وزيهم تحت الباط الشمال، واشتغل بشكل دائري. بعد كده بخلص بعمل كذا باترن تكرار. اول باترن هو
غرزة امامية وغرزة خلفية لمدة سطرين، وبعد كده ببدلهم. بعد كده بعمل باترن عبارة عن 2 معين. بعد كده بعمل باترن 2 باي 2 ريبنج على حسب الطول اللي انا محتاجاه اضيفه على البلوفر، فبقدر اتحكم في الجزء ده ان انا اعمله اطول لو عايزه البلوفر لسه اطول كتير او اقصره. وبعد كده بعمل الريبنج بتاع البلوفر. بعد كده بنعمل 1 باي 1 ريبنج عدد اسطر معين، وبختتمه باني بعمل ايطاليان بايند اوف علشان يدي البلوفر شكل حلو، لان زي ما قلنا البايند اوف العادي بيكون مش الطف حاجه. بعد كده بنروح للكم، وبنفس الطريقه اللي بدأنا بيها بنبدأ بيها الكم علشان يكون شكل الكم من اتجاه الكم من قدام بيكون اطول شويه زي ما في الصوره كده، عشان الجزء ده بيكون اطول من الجزء اللي تحت الباط. فعشان كده بنحاول نعمل عدد اسطر زياده في الجزء الامامي من الكم. دي حاجه مش دايما بنعملها في البلوفرات، بس اوقات بعض المصممين بيضيفوها في الباترن بتاعهم بحيث الجزء ده يكون اقصر، لان الجزء اللي تحت الباط بيحتاج كم اقصر. بعد كده بنعمل الباترنز بتاعتنا او الشابترز بتاعتنا، بنكررها بنفس الترتيب اللي عملناه بيها في البلوفر. وبعد كده بنعمل الريبنج 1 باي 1 ريبنج، بنعمله على الاتجاه الخلفي، يعني بقلب الشغل كله واشتغل الريبنج واقفله، علشان ده بيخلي شكل الجزء بتاع الريبنج او بتاع كولة الايد بيكون شكلها انيق اكتر في الاتجاه الخلفي. فاحنا بنشتغلها على الاتجاه التاني علشان يكون شكلها احلى. ودي حاجة انا وريتها لكم في الفيديو اللي عملته للبلوفر سان شاين سويتر. ده بالنسبة للكم. بنعمل الكم التاني بنفس الطريقة. بعد كده بنعمل الرقبة، بنلقط عدد غرز معين من حوالين الرقبة كلها، وبشتغل 1 باي 1 ريبنج، واحدة امامي واحدة خلفي، عدد سنتيمترات ضعف الطول اللي انا عايزاه للرقبة. وبعد كده بتنيه. ده بيخلي شكل الرقبة ألطف، والسمك بتاعها بيكون حلو، لان لو الرقبة طبقة واحدة ده ما بيكونش لطيف. وقت ما عملت البلوفر ده كنت خايفة قوي من البلوكينج، لاني انا حاسة ان البلوفر كان ضيق شوية او اني عايزاه اوسع، وفي نفس الوقت قلت انا هعمل بلوكينج قوي شوية او اشده قوي، لكن كنت خايفة اني اعمله جامد قوي فيوسع جامد. فده كان مخوفني شوية وانا بعمل البلوكينج. انا من اتجاه عايزاه يوسع، بس خايفة اتغاشم عليه فيوسع قوي. لكن لما عملت البلوكينج طلع حلو جدا. هو الخيط لوس قوي، طري، مخلي البلوفر بياخد شكل الجسم بطريقة حلوة. كمان انا استخدمت 5 بكرات اليز انجورا جولد، واليز انجورا جولد 5 أو 6 بكرات، لان هو خيط خفيف ورفيع بيخلي البلوفر مش تقيل، البلوفر ناعم. فده بيخلي الفينش بتاعه حلو قوي. كمان لان اليز انجورا جولد من الخيوط اللي مش منفوخه. يعني ايه مش منفوخ؟ في بعض الخيوط زي الخيط اللي في ايدي ده بيكون الخيط سميك ومنفوخ، كأن الخيط مش لما تيجي تشتغليه البلوفر نفسه بياخد سمك شويه، ما بيكونش طري قوي. اليز انجورا جولد حتى لو الغرزه طالعه كبيره، لكن سمكها نفسه مش كبير. ودايما الخيوط اللي بيكون منفوخه شويه دي هي الخيوط اللي بيكون فيها نسبه اكريليك، لكن الليز انجورا جولد فيه نسبه اكريليك، لكن الموضوع ده مش باين فيه قوي. البلوفر ده من البلوفرات اللي انا بفكر جدا من دلوقتي اني عايزه اعمله بكذا لون. هو هيبقى مناسب قوي في الاوف وايت او البيج، مناسب في الاحمر جدا. فهو بلوفر فعلا مناسب انك تكرريه كذا مره، ومناسب ليه الوان كتير قوي. البلوفر ده من البلوفرات اللي شكله يوحي بمجهود اكتر كتير من اللي اتعمل فيه، لانه حرفيا بيجري على الابره، بيخلص بسرعه جدا، لانه شابترز، فانت كل شابتر بتعمليه بتبقي متحمسه ان انت تدخلي على اللي بعده وتخلصي ده، فده بيخلي بجد ما بياخدش وقت خالص. فده من البلوفرات اللي بيعرف يعمل اشجعه جدا اللي بيعمله، واللي مش بيعرف يشتغل تريكو كويس، فده من البلوفرات اللي بجد
تديكي حماس انك لازم تتعلمي عشان تقدري تعمليه. البلوفر ده انا ما اشتغلتوش من باترن، لان احنا عندنا في مصر مشكله الفتره دي في شراء الباترنز. لحد اخر مره حاولت ما كنتش عارفه اشتريه خالص، ولكن انا بحاول كمان ادرب نفسي طول الوقت على اني ما اشتغلش من باترن، علشان لو جيت اعمل تصميم للبلوفر عاجبني اكون قادره ارتب خطوات افكاري من غير ما اكون حافظه قوي. انا من نفسي شفت تصميم معين، عارفه انا محتاجه اعمله ازاي وبطبقه وخلاص. يعني انا بطبق اللي انا عارفاه، انا بس في دماغي تصميم معين لكن انا هطبقه بارقامي. لان كمان في فرق بين الخيوط اللي عندنا والخيوط اللي عندهم بره، فده بيخلي الجدر او العينه اللي بنشتغل عليها او سمك العينه بتاعتنا مختلف تماما عنهم. فمهما كان الارقام اللي هي كاتباها بضطر اغير كتير منها قوي علشان تكون مناسبه للخيط بتاعنا. لكن في نفس الوقت بحب اني اشتري الباترن نفسه حتى لو مش هستخدمه، علشان بحس ان ده مجهود وتعب المصممه نفسها في ان هي توصل للتصميم ده. فاللي عايز يشتري باترن ويعرف يوصل ان هو يشتريه، اللي مش قادر وفاهم الغرز بتتنفذ ازاي يقدر يعمله، طالما هو بيعمله لنفسه فده من حقه. لكن اتمنى ان الازمه دي تتحل ونقدر نشتري براحتنا. انا استخدمت في البلوفر ده ابره مقاس 3، ودي من الحاجات اللي تدل على قد ايه في فرق ما بين خيوطنا والخيوط اللي بيستخدموها بره. ان هما في الخيوط اللي بره بيستخدموا مقاسات ابره اكبر بكتير، ومع ذلك بيطلع حجم البلوفر او حجم الغرزه بتاعتهم مش كبير. ده لان الخيوط اللي فيها نسبه صوف طبيعي كبيره بتضم على بعض، فلما بتستعملي ابره كبيره مع ذلك شكل الغرزه مش بيكون كبير قوي وبتضم على بعض، على عكس الخيوط بتاعتنا اللي لو استخدمتي ابره كبيره فالغرزه بتحافظ على شكلها وبتبقى واسعه وبيكون شكلها مش الطف حاجه. فعشان كده في معظم الباترز بستخدم ابر اقل كتير من الابره اللي صاحبه التصميم نفسها استخدمتها. ده بالنسبه للبلوفر ده. زي ما قلت لكم انا اتمنى ان انا اقرره قريب، واعتقد ان باذن الله هحاول اني اعمل قطعه كمان منه قبل الشتاء. وبس كده. تعالوا نفصل ونرغي شويه. عندي طلب لو حد بيتفرج وصل للجزء ده، انه لو حد شايف نوع معين من الفيديوهات او طريقه معينه من العرض او حاجه معينه مناسبه تكونوا محتاجينها وفي نفس الوقت تكون مناسبه للقناه او تساعدها اكتر، ياريت تقولي عليها. انا عارفه ان انا مقصره شويه من اتجاه انا عايزه الموضوع يتطور، وفي نفس الوقت انا مش بصور كتير. جزء من ده بسبب الحر، اللي انا بصور في البيت بس الدور التاني، فالجو بيكون حار جدا وما ينفعش اني افتح مروحه طبعا علشان صوت المروحه في الفيديو. فالموضوع بصراحه بيكون صعب قوي. مش كده بس، كمان الشغل بيكون ضغط قوي قوي. بروح كل يوم الساعه 5، فاني اعرف اسجل بيكون صعب، بضطر اسجل يوم الجمعه. فلو حصل اي مشوار او اي حاجه يوم الجمعه كده خلاص اسبوع راح. حاجه كمان لان الموبايل الكاميرا بتاعته مش الطف حاجه، فده عامل لي ازمه رهيبه، لاني بضطر اصور بابليكيشنز معينه، بسبب ان مش كل الابليكيشنز او الابليكيشنز العاديه او الكاميرا العاديه للموبايل مش بتقرا صوت الميكروفون. فعشان اسجل بميكروفون لازم اسجل بواحد من الابليكيشنز معينه، والابليكيشنز دي بتعلق شويه مع الحر، الموبايل بيسخن فبتعلق، مع ان الموبايل ما بقتش الكاميرا بتاعته الطف حاجه وكده، فده بيخلي الفيديو بيقطع جدا. بضطر اعمل اديت كتير وبيكون الصوت مش متظبط مع الصوره، او الصوره بتقطع او الدنيا مش مظبوطه خالص. فده كمان بيخلي الموضوع صعب قوي. اوقات بسجل الفيديو مرتين وثلاثه وفي الاخر مش بيطلع حلو، واوقات كتير ما بنزلهوش، فده بيكون عائق في اوقات كتير جدا. المفروض ان انا الفتره الجايه احاول اصور كتير اكتر، لان الماتشات هتبدا والدوريات هتبدا، فده ممكن يخليني اكسل شويه. مش عايزه اعمل ده، فعايزه اصور كذا حاجه. اتمنى ما يكونش باين عندكم قد ايه كتب مطربه،
لاني اخر فتره بقيت بفضل اني اسمع الكتب او الروايات اوديو، لان معظم الوقت بيكون في خيط وابره في ايدي، فبكون محتاجه اكتر حاجه اسمعها من اني اقرا في الكتاب نفسه. احيانا بيوحش اني اقرا في الكتاب نفسه، بس برضو في الحالات دي بختار كتاب اكون عارفه ان هو موجود تسجيل صوتي ليه، بحيث ان لو ما قدرتش اكمله عشان احتجت اكمل في مشروع او كده يكون الكتاب موجود اقدر اسمع بقيته. بس كده رجينا شويه، نرجع بقى للبلوفرات. البلوفر اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو ستورم سوتر من بتيت نت. والحقيقه ان لو في قطعه حد قال لي انت دي اخر قطعه تريكوها تعمليها، تختاري تكون قطعه ايه؟ فدايما كنت هختار البلوفر ده. البلوفر ده انا نفسي اعمله من زمان جدا، شكله حلو قوي ومميز، بس انا كان نفسي اعمله بخيط مختلف، بخيط مميز يخلي قطعه مختلفه عن اي قطعه تانية. فده اللي كان بيأخرني في ان اعمله. انا كنت عايزه اعمله بميورينو، عشان كل البلوفرات كل الناس اللي نفذته بالخيط ده كان حلو قوي، فكان نفسي اعمله بيه بصراحه. لكن مفيش خيوط مورينو متاحه في مصر، ولما حاولت اني اجيب الخيط من بره او اجرب اجيبه من بره الموضوع ما ظبطش معايا. خيط المورينو الوحيد المتاح هنا هو اليز مورينو، ومفيش منه درجات كتير بتنزل. ولما قررت ان اعمله ما لقيتش الدرجه، كان في درجه في الخيط ده حلوه قوي قريبه من الاحمر، بس ما لقيتهاش، ومعظم الوقت مش بتنزل كتير. كمان انا قلقانه لان اليز مورينو بيوبر بسرعه لانه ناعم جدا، فانا كان نفسي اعمله بخيط يكون عاجبني فعلا. ده كان بيخليني طول الوقت متاخر عن اني اعمل القطعه دي. بس في العيد، في الوقت اللي بدات فيه انجرد سوتر، قررت ان انا هعمل بلوفر ده برضو. كانت حاجه مجنونه قوي اني اقرر اني اعملهم في وقت واحد، مش عارفه الحماس كان عالي قوي كده ليه، بس قررت ان انا هبدا. ما كانش عندي خيوط كتير قوي، فاخترت خيط من الخيوط المتاحه عندي، وقلت انه خلاص انا هعمله، ظبط تمام ما ظبطش مش مهم، وبعد كده ابقى اعمله لما اجيب خيط اللي نفسي فيه. لاني طول ما انا ما عملتوش هو في دماغي دايما، وحاسه اني عايزه اعمله، فخلاص انا انزله من على ودني زي ما بيقولوا باني اعمله، وبعد كده ابقى اعمله بخيط تاني او بلون كمان. انا كنت ماشيه فيه في نفس الوقت اللي بعمل فيه انجلش سوتر، فانا كنت بعمل جزء من ده وجزء من ده، كم هنا وكم هنا. في الاول كنت خايفه ان ده يلخبطني او ان ده يخلي اتلخبط ما بين الغرز هنا وهنا، او اعمل حاجه في المقاس مختلفه او ابوظ الدنيا شويه. بس الحمد لله الدنيا ظبطت، ووجودهم مع بعض اداني حماس اني بعمل قطعتين هم اكتر قطعتين انا نفسي اعملهم، فبالتالي ده حمسني اكتر ان انا اخلصهم بسرعه. انا لسه ما عملتلوش بلوكينج، فما فيش صوره وانا لابساه. ان شاء الله البلوكينج بتاعه يظبط، لاني قلقانه كمان، واقول لكم دلوقتي قلقانه ليه. محتاجه اخلص البلوكينج بتاعه حاليا قبل الشتاء، علشان البلوكينج في الصيف بيكون اسهل، البلوفر بينشف في يومين، لكن في الشتاء اوقات بياخد اكتر من اسبوع. البلوفر ده من البلوفرات اللي دوختني جدا، وهقول لكم ليه، مش علشان صعب خالص. البلوفر ده انا لما قررت اعمله كان عندي خيط، كنت عملت بلوفر بخيط هافان مشعر، هحط لكم صورته، وكان حلو قوي، فكنت عايزه اجيب من الخيط ده كمان نفس الدرجه. فلما بعت اجيب من الخيط جالي خيط نفس الدرجه ولكن مش مشعر، فما كانش هينفع اعمل بيه نفس البلوفر اللي عملته قبل كده. فسبت الخيط وقلت انا مش هعمل بيه حاجه دلوقتي. بعد كده لما قررت اني اعمل البلوفر ده وكنت بشوف ايه الخيوط اللي عندي مناسبه ليه، قررت اني هعمله بالخيط اللي كان جالي ده على فتلتين. هو فتله قريبه شويه من اليز انجورا جولد، لكن انعم كتير وارفع، يعني فتله بتتقطع بسهوله قوي. فقلت هعمله بيها على فتلتين، وفعلا بدات. وفي الوقت اللي كنت فيه في البادي نفسه او في الجسم نفسه ادركت ان انا الخيط مش هيكفي، مش هيكفي، مستحيل يكفي. فبعت ادور على خيط اكمل بيه ده،
ولان الخيط ده انا اصلا مش عارفه نوع معين او هو مش حاجه بتنزل كتير، فانا ما كنتش لاقياه نهائي. بعدت سالت كل الناس اللي بتبيع خيوط، ما كانش فيه حد عنده. كلمت استاذه منال خيوط الخان، وهي اللي كنت جايبه منها الخيط اصلا. قالت لي انا عندي درجه قريبه، لكن انا مش متاكده ان هي نفس الدرجه ولا ان هو نفس الخيط. طب خلاص، انا اصلا ما عنديش حل تاني، ابعتهولي وهشوف بقى، لو ما نفعش ان اكمل بيه البلوفر هعمل بيه حاجه تانية وخلاص. وجبت الخيط، وزي ما انتم شايفين، مش عارف باين عندكم ولا لا، في فرق ما بين الكم والبادي، مش في اللون بس في الملمس. هفهمكم. الخيط لما جه، هو الخيط اللي في ايدي ده ملمسه كان اسمك كتير من الخيط اللي انا كنت شغاله بيه الاول في البلوفر. يعني هو اسمك شويه حلوين، ومش ناعم وبيتقطع زي التاني. الخيط التاني كان بتشديه من بعض يتقطع، ده خيط اسمك وانشف. فما كان الدرجه ما كانتش باينه ان في فرق، وده اللي خلاني اقرر ان انا هكمله بيه. لما سالت كذا حد في فرق باين في الدرجه او كده، قال لي لا، ايه ده، هو في اختلاف اصلا. فحسيت انه تمام، الموضوع مش باين كلون، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. مفيش حد هيجي يجرب يمسكه، لكن اللون هو اللي بيبقى باين قوي. فكله قال لي لا، مفيش فرق في الدرجه. لكن لان كل فتله من الخيط الجديد هي اسمك من الخيط التاني اللي كنت استخدمته، ففتلتين مع بعض في الخيط الجديد كانوا اسمك شويه حلوين من اللي انا استخدمته في الجسم. فده طبعا خلى فيه فرق في الملمس ما بين الخيط ده والخيط ده. اعتقد هو مش باين قوي، خصوصا ان الكمين هم اللي بالخيط الجديد، الجسم كله بالخيط القديم. حلو ان الكم يكون ماسك نفسه شويه، الموضوع مش مضايقني بصراحه. شكله حلو، مش باين ان في مشكله في حاجه، مع ان غريب بالنسبه لي ان اول مره اعمل كم بخيط مختلف تماما. بس بصراحه انا كنت حاسه لازم اتصرف، ان انا مش هرمي البلوفر ده. فقلت خلاص، هو ريسك هاخده للاخر، لو نفع تمام، ما نفعش خلاص ما حصلش حاجه. بس استخدمته وكملت بيه الكمين. انا لسه ما عملتش بلوكينج، عشان كده كنت بقول لكم انا خايفه من البلوكينج، ان هل هيبان فيه اكتر فرق لون، هل هيبان فيه فرق الملمس اكتر لما اشد القطعه او اعمل بلوكينج، هل الجسم مثلا هيبقى فجاه بقى سمك اقل فيبان قوي ان في فرق بينه وبين الكم. ده كله مش عارفاه لسه، فده مخوفني شويه. بس هحاول على قد ما اقدر اني اظبط البلوكينج، ما بوظش الدنيا فيه. فده خلى البلوفر بصراحه كانت حواراته كتير قوي على ما خلصته. ممكن يكون في فرق باين بسيط في شكل الغرز، لان غرز الخيط القديم ارق، بس تمام. بالنسبه للطريقه اللي بنعمل بيها البلوفر، فاحنا بنبدا بعدد غرز معين على الابره، وبعد كده بنعمل تزايد على اليمين وعلى اليسار لحد ما نوصل لعدد الغرز اللي احنا محتاجينه. بنخلص اول شابتر او اول باترن عبارة عن غرز امامية، وبين كل شوية منهم بنعمل غرزة خلفية. بعد كده بنعمل الشابتر او الباترن التاني، هو عبارة عن 2 سطر كله امامي، والسطر اللي بعده بيكون 2 امامي و2 خلفي، فبيكون كأنه عمود عبارة عن غرزتين اماميتين، والعمود اللي بعده 2 امامي تحتهم 2 خلفي تحتهم 2 امامي، بيديني غرزة زي الغرزة المرنة، فبيكون شكله حلو قوي برضو. ده كله بيكون واحنا لسه مكملين في التزايد اللي احنا بنعمله. بعد كده بنروح على الباترن اللي بعده، وهو عبارة عن زي دايموند او معين، بس بنعمله بغرزة خلفية، فبيكون المعين متحدد بغرز خلفية. الباترن اللي بعد كده بيكون عبارة عن 5 غرز امامية جنبهم 3 خلفيين، بس بنحرك الغرز الخلفية بطريقة معينة بحيث ان تاخد شكل سهم كده جاي بالاتجاه ده. فبيكون سهل، مفيهوش حاجة برضو خالص، كلها غرز امامية او غرز خلفية بس. وبكده بنكون خلصنا الجزء بتاع الظهر. بنروح للامام، بنبدأ بعدد غرز معين بناخده وبنشتغل. ما بنشتغلش اول باترن عملناه اللي هو
في الاول خالص بنشتغل من اول الباترن اللي فيه 2 امامي و2 خلفي، وبنعمل الشيب او الحردة بتاعة الرقبة عشان نعمل شكل التزايد بتاع الرقبة. بنعمل ده في الكتف اليمين والكتف التاني. وبعد كده بنضيف عدد الغرز اللي ما بين الكتفين ونشتغل الجزء الامامي، وبعد كده نشتغل الباترز بتاعتنا. ولما نخلص الجزء الامامي نوصل الامام بالخلف ونشتغل الباترز بقيتها شابترز عادي، ونعمل ريبنج واي باي وان ريبنج، ونقفل بايطاليان باند اوف. بعد كده بنروح للكم اللي عملناه بخيط مختلف، نعمل الباترز بتاعتنا بنفس الترتيب. بعد كده بنعمل الريبنج واي باي وان ريبنج، وبرضو بعمله على الاتجاه الخلفي، وبقفل بايطاليان باند اوف عشان يكون شكله منمق وحلو. بعد كده بنروح للرقبه، بعمل بلقط عدد الغرز اللي انا محتاجاه، ولو ما طلعش مظبوط بفكه بلقط عدد مختلف. وبعمل طول الرقبه ضعف الطول اللي انا محتاجاه عشان بنتنيه ونخيطه فيدينا رقبه مزدوجه علشان بيكون شكلها اجمل وبتستحمل. وبس كده بنكون خلصنا البلوفر. الحقيقه انا مش عارفه هحب البلوفر ده اكتر ولا انجرت سويتر كلبس. مش دايما اكتر بلوفر شكله عاجبك بيكون اكبر بلوفر عملي، ولكن انا حاسه اتنين هيبقوا عمليين جدا، اتنين سهلين في اللبس يعني. ف مش عارفه ليه كنت عماله افكر يا ترى مين فيهم احلى او هيطلع احلى. مش عارفه، ممكن فينش انجرت سويتر يكون مظبوط اكتر لانه خيط واحد وتمام، هنا يبقى في فرق الخيط يعمل مشكله. مش عارفه بصراحه، مش هيبان غير بعد البلوكينج. لو حد حابب ينفذ البلوفر ده ممكن يعمله بإليز انجورا جولد على فتلتين. انا لو هعمله ممكن افضل في البلوفر ده اني استعمل إليز لانا جولد فاين مع فتلة سلك مهير. البلوفر سهل جدا لانه عبارة عن غرز امامية وخلفية بس، مفهوش اي حاجة تانية خالص. مفيش حتى ان غرزة بتتنقل مكان غرزة او اي حاجة. كل الشابترز اللي فيه، كل الباترنز اللي فيه عبارة عن غرز امامية وغرز خلفية مش اكتر. فده بيخليه مناسب جدا للمبتدئين، لان كل اللي فيه زي ما قلنا غرز امامية وجنبها بعدد معين غرز خلفية، ده اللي بيدي الشكل. فبس كده، ده بالنسبة للبلوفر ده. اشجع جدا ان اي حد يعمله، بجد حلو قوي، ملمسه كمان مميز قوي مع خيط رقيق شوية. الملمس ده بيكون حلو قوي. هحط لكم صورة من صور اللي اتنفذ بيها، باين فيها قوي فكرة انه لما الخيط بيكون رقيق والغرز صغيرة او واخدة ملمس بس، هو مش كيبلز، هو مش حاجة سميكة، هو ملمس بس في غرز، عبارة عن غرز امامية فيها ملمس معين، فده بتخليه فعلا حلو قوي. هحط لكم صورة بيه، اتمنى الاقي في مرة درجة الخيط دي اعمله نفس الشكل كده. فبس ده بالنسبة للبلوفر ده. نفصل في النص كده بحاجة خفيفة، دي مكرمية قررت ان اعملها علشان وقت التصوير بحس الالوان بيبقى باهتة شوية او الصورة ما فيهاش الوان قوي، فكنت عايزة اعمل حاجة يكون فيها الوان شوية كمان، لان الكاميرا بتاعة الموبايل كده كده بتبوظ الالوان، فقلت يبقى فيه روح شوية في الصورة. فكنت بقلب في الموبايل، فبنت خالتي شافت المكرمية دي وعجبتها قوي، فقالت لي اعمليها. ما كانش عندي خيط مناسب ليها وده كان مأزمني شوية، بس قلت خلاص هحاول الاقي يعني. رحت اشتريت خيط من المكان اللي جنب البيت، ما كانش فيه انواع خيوط كتير، حاولت على قد ما اقدر اجيب حاجة تخلي شكلها حلو. في الصورة الاساسية كانت خيوط كتير منها هي استخدمتها عبارة عن ما فيش عقد مكرمية، هي خيوط بس مربوطة مع بعض، ده لان خيوطها كانت رفيعة وكان شكلها حلو بالطريقة دي. ده ما نفعش معايا، فاستخدمت عقد اكتر او خليت كذا حاجة منهم عبارة عن عقد، بس شكلها طلع حلو قوي، رقيقة مختلفة مع ان فيها الوان كتير، بس شكلها كان عاجبني. العقد اللي استخدمتها فيها ما كانتش صعبة خالص، يعني مناسبة جدا للمبتدئين. لو تحبوا ان اعمل لكم فيديو ليها قولولي برضو. استخدمت فيها كذا نوع خيط، خيط سلسلة، خيط قطن رفيع،
وخيط مكرمية 3 مللي تقريبا. فبس حسيت ان هي كده ادت المكان روح شوية. هحاول اني اشتري خيوط بقى مناسبة ليها واعمل شكل تاني منها. فبس كده خلصنا القطع الكاملة او اللي مخلصاها. هنتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي انا شغالة فيها. واول حاجة هنتكلم عنها هي ليمون سكارف. ده سكارف كروشيه. انا بدأت فيه علشان بعمل له فيديو توتوريال للناس اللي لسه مبتدئة في الكروشيه. الفكرة بالنسبة لي في الكروشيه اني بحب اختار حاجات تكون مرضية بالنسبة لي اني البسها، لان قليل قوي من الحاجات الكروشيه اللي بعرف البسها او اني احب البسها، سواء عشان بيكون شونكي قوي او سميك او غرز ومش محببة لعيني قوي في اللبس. فبحاول دايما اكون دقيقة في اختيار الحاجة اللي اعملها عشان اعرف البسها، لاني مش هقدر اقولك ده فيديو لقطعة معينة شكلها حلو اعمليها وانا نفسي مش راضية البسها او انا نفسي مش حلوة في عيني. فعشان اعمل قطعة معينة تكون حلوة في اللبس واعرف البسها اقدر اقولك عليها. فاخترت اني اعمل سكارف. ده هو عبارة عن غرزة، بتكون عبارة ان احنا مثلا بنبدأ ب30 غرزة، وفي اول واحدة بعمل غرزة حشو، وفي نفسها بعمل غرزة نص عمود وبعمل معاهم غرزة عمود، وبسيب الغرزتين اللي جنبهم فاضيين. بروح للغرزة اللي بعدها بعمل نفس الحاجة، غرزة حشو، غرزة نص عمود وغرزة عمود، وبسيب الغرزتين واروح للتالتة اعمل نفس الحاجة. ده بيدي ملمس حلو قوي. هي كمان تنفع كسكارف، لما بنتنيها تكون سكارف او كوفية، ولو مفرودة تكون شال. ممكن نعمل عرضها اكبر كمان لو عايزينها شال اعرض. عجبني شكل الغرزة دي، ملمسها حلو قوي. انا استخدمت فيها الخيط ده، وهو الخيط اللي اتبقى من الخيط اللي كملت بيه ستورم سويتر على فتلة واحدة. الخيط ده ملمسه حلو، سمكه مناسب للسكارف. فكان حلو قوي فيها. جربته الاول وحسيت ان هو مناسب ليها جدا. درجة اللون دي كمان على حاجة بيضة تحت او كده بتكون حلوة، فحسيت ان هو مناسب ان احنا نعمله بيه. استخدمت فيها ابرة 3، لكن في الفيديو توتوريال اللي هنزله هنستخدم ابرة 2.5، لان احنا هنعمله بخيط اليز انجورا جولد، لان الخيط ده مش هيكون متوفر على طول لانه ستوك، والخيط ستوك هو بواقي خيط مش دايما بنلاقيها. فانا ما اقدرش اعمل لك قطعة اعتمادا على خيط مش دايما متوفر. فاحنا هننفذ ده بخيط ستاندر اللي هو اليز انجورا جولد على ابرة 2.5. كمان حبيت اني اعمله بالغرزة دي لان هي الغرزة اللي هننفذ بيها ان شاء الله البلوفر الكروشيه اللي هنزله هيكون بنفس الغرزة دي. فحبيت ان دي تكون فرصة ان احنا نتدرب على الغرزة دي لو حد كان اول مرة يشتغل، فيكون سكارف مناسب انه يجرب الغرزة دي وياخد عليها اكتر. انا حاسة ان هو سريع. الكروشيه كده كده مش بياخد وقت كتير، لكن كمان انا خلصت تقريبا نصه وما اخدش وقت كتير. فعلشان كده حاسه ان هو محمس قوي لو حد بيبدأ وعاوز يعمل حاجه كروشيه تكون حلوه وتكون مناسبه فعلا لللبس، باين ان هي هاند ميد وان انت اللي عاملاها، وفي نفس الوقت هي حلوه في اللبس قوي. الفيديو ده هينزل باذن الله قريب، وهحاول على قد ما اقدر ان انا متاخرش فيه. فبس اتمنى يكون حلو يكون مناسب في اللبس. بس كده ده بالنسبه للسكارف ده. مع كل الدوشه اللي كانت عندي دي مع البلوفرات، قررت بالهدف اني هبدا البلوفر ده. ومش عارفه بصراحه انا قررت ده ليه، لكن كان في يوم ما كانش معايا الخيط بتاعي اللي شغال عليه وقتها، وكان هيجي لي تاني يوم، فكنت عايزه حاجه اشتغل عليها. فكرت ان انا هعمل البلوفر ده. في الاول اول ما بدات كان في بلوفر عملته احط لكم صورته، كنت عملته بخيط مشعر. والبلوفر ده كنت عملته بوتوم اب يعني من تحت لفوق، وطلع مظبوط جدا، وطلع الفينش بتاعه او الشيب بتاعه على الجسم حلو قوي. عملت كذا مره نفس الفكره بس من فوق لتحت اب داون، وما طلعش بنفس الفينش. طلع شكلهم حلو قوي ومظبوطين، لكن كانت في حاجه دايما مميزه في شكل البلوفر ده على الجسم. ما كنتش عارفه ايه الفكره فيها، هل لانه بداته من تحت لفوق، هل كانت صدفه في الخيط، انا مش عارفه. بس وقتها قلت ان انا هبقى اجرب تاني اعمل
بلوفر بنفس الطريقه بالظبط، واشوف هل فعلا الفكره في كده. فوقتها لما لقيت ان انا محتاجه ابدا في بلوفر سهل يكون كله عباره عن غرز اماميه، ما يكونش فيه تفكير في اي حاجه، لاني وقتها كنت شغاله على انجريد سويتر وشغاله على ستورم سويتر وشغاله على كذا حاجه. فقلت خلاص انا هعمل البلوفر ده، هجرب وابدا فيه واشوف هيكمل امتى. استخدمت فيه الخيط ده، هو خيط مشعر لونه ابيض. البلوفر التاني استخدمت فيه نفس نوع الخيط ده، لكن اختلاف درجة اللون مخلي كأن البلوفر التاني اسمك. ده علشان ابيض فباين كأن الغرز فيها فراغات كتير، لكن لان بنكون لابسين تحت توب ابيض فده مش هيخلي الفراغات دي باينه بالطريقه دي. مش عارفه هيطلع شبه التاني ولا لا. البلوفر ده احنا بنبداه من تحت، بعمل ايطاليان بايند اوف، يعني ببدا بطريقه تخلي شكل الغرز بالطريقه دي مختلفه عن البدايه العاديه. قلنا ان البدايه عاديه او النهايه عاديه بتمط مع الوقت. وبعد كده بعمل عدد اسطر معين ريبنج واي باي 1، وبعد كده بشتغل كله غرز اماميه الراوند بشكل دائري، غرز اماميه من غير اختلاف في اي حاجه. لسه مش عارفه هقفله ازاي، هعمل تناقص في الكم ولا لا، مش متاكده لسه من حاجه. طبعا الخيط ده بيفك بسهوله جدا، انا ببقى حاطاه في الكيسه بفتحها الاقيه فك. فبس مش عارفه لسه هكمله ازاي، بشتغل عليه قليل قوي لما اكون فاضيه او لما اكون عايزه حاجه سهله بسيطه ما ابصش عليها وانا بشتغل او ما افكرش كتير وانا بشتغل فيها، يعني لانه مش محتاج اي مجهود او تفكير او تغيير في حاجه. فانا بعمله في الوقت اللي بكون فيه مش محتاجه اشغل دماغي اطلاقا. فبس ما فيش حاجه خالص اقولها عنه. اعتقد ان وقت مقرر ان انا اخلصه مش هياخد وقت، بس انا مش ناويه ادوس فيه قوي، انا سايباه كده للاوقات اللي ببقى رايقه فيها ان انا عايزه حاجه بسيطه مش اكتر. فبس ده بالنسبه للبلوفر ده. ناخد بريك مره كمان واكلمكم عن دي. انا كنت دايما بشوفهم بيعملوا الجيجز اللي هم عاملينها او العينات بتاعه الخيوط اللي عندهم، بيحطوها مع بعض كده شكلها بيبقى حلو قوي. كمان بتكون زي ميموري لكل خيط استخدمتيه او كل عينه عملت منها بلوفر او عملت منها قطعه معينه. بتكون مرجع كمان حلو قوي لما اجيب خيط معين واقرر ان انا استخدمه في بلوفر معين. فانا جربت قبل كده اني اعمل عينه للخيط ده بشكل معين او بابره معينه، ما كنتش مضطره او محتاجه اني اعملها تاني، هي اوريدي موجوده، هبص على مقاسها عندي بدل ما اجربه. فبتكون حلوه قوي. كل واحده منهم هي لذكرى معينه. دي كنت عملتها عشان اعمل بيها بلوفر وحسيت ان هي مش مناسبه. دي للبلوفر انا مش فاكره اسمه، هحط لكم صورته مع كل واحده، هحط صورتها. هي والتانية دي كانوا للبلوفر دي كانت موبي سويتر بس ما كملتوش، الخيط ما كفاش وما لقيتش تكمله ليه. فعملت العينه وكانت من اجمل العينات، فقررت ان احتفظ بيها حتى لو مش هعمله. العينه دي البلوفر شغاله عليه دلوقتي، فاضل فيه جزء قليل قوي في الريبنج بتاعه، ما كملتش لسه بقيته. ودي كانت اختبار لبلوفر عملته بعد كده بخيط مختلف، هحط لكم صورته. ودي كانت لكارديجان اطفال، هحط لكم صورته برضو، بحب شكله قوي. دي من خيوط المورينو، فكانت لطيفه قوي. ده خيط جبته ما كنتش فاهمه استخدمه قوي، فجربت العينه دي بيه وما عملتش بيه حاجه. ودي كنت بجرب خيط سوبر لانا على فتله واحده وعجبني، قررت اعمل بيه بلوفر، بس لسه عملت اول كام سطر بس وما كملتوش. وهغششكم دي العينه بتاعه البلوفر الكروشيه اللي هنعمله، فعجبني شكل الغرزه دي. الطويله دي بقى دي كانت عينه لموبي سويتر، كان فيه خيط مورينو معين نوع مش فاكره اسمه ايه، هحط لكم اسمه. وكنت بفكر اني اعملها بيه، فكنت بجرب الشكل يعني بلوفر بيه. اما دي فهي مش عارفه، كنت عايزه اعمل بلوفر اطفال تقريبا وعملتها، طلع شكلها حلو بس ما عملتش البلوفر. دي برضو كانت عينه لموبي سويتر، كان عندي خيط انا مش متاكده هو تقريبا فيه نسبه مورينو بس انا مش متاكده، ما عملتهوش بيها.
ودي هحط لكم الكارديجان اللي عملتها بيه. دي فتله مهير مع فتله سوبر لانا كلاسيك. هحط لكم الكارديجان اللي عملتها بيه. ودي كانت الكارديجان الاطفال اللي انا شغاله عليه حاليا اللي بصوره. ودي كانت عينه لبلوفر نفسي اعمله قوي، بس مش لاقيه خيط مناسب ليه وما عجبتنيش بصراحه. حسيت ان رفيع قوي على البلوفر وفتلتين منه برضو سميك قوي. بس فدي كده عينات لحاجات كتير. جزء من العينات بتاعتي ضاع، جزء ما حطيتهوش، ما كانش ليه مكان. في بلوفرات ما عملتلهاش عينات. دي كانت لفيديو اللي عملت فيه التزايد والتناقص. فبس يعني كل واحده فيهم بتفكرني بحاجه، فقلت احتفظ بيهم مع بعض عشان ما يضيعوش. فعملت لهم بلوكينج وفردتهم وعلقتهم على البورد دي. بس مش عارفه شكلها حلو على الحيطه ولا هشيلها، بس هحاول الاقي لها مكان مناسب يعني. وبس كده. البلوفر ده هو من اكتر البلوفرات اللي كان نفسي اعملها. عموما الفتره دي عملت كذا حاجه من القطع اللي فعلا كنت متردده اني اعملها، لكن ده كنت دايما بحس ان هو صعب شويه او اني خايفه منه شويه. وده بسبب الطريقه اللي البلوفر ده بيتعمل بيها. احنا بنبدا بالكم الاولاني، بنعمل الكم لحد الكتف من فوق. بعد كده بنعمل الجسم او الجزء الامامي والظهر مع بعض. بعد كده بنفصل عند الرقبه، نشتغل الجزء الامامي لوحده والجزء الخلفي لوحده. بعد ما نخلص جزء الرقبه بنعمل بقيه البلوفر. وبعد كده بنعمل الكم التاني. فدي حاجه جديده عليا، انا ما عملتهاش قبل كده. فخفت بصراحه ان هو يكون صعب. الباترن بتاعه معايا، لكن الحقيقه ان انا اول ما جيت اقرا الباترن كنت حاسه ان في حاجه غلط، في حاجه انا مش فاهماها. بصيت على تعليقات الناس على رافلي، لقيت ان كلهم بيشتكوا ان الباترن مش مكتوب حلو وان فيه غلطات كتير جدا. فقررت ان انا هقرا الباترن كذا مره، افهم الحاجات المهمه اللي المفروض افهمها، والباقي انا هعتمد فيه على نفسي. ودي ميزه اني اكون من الاول انا بعرف اشتغل من غير باترن. بعرف اشتغل البلوفر اللي اشوفه بدماغي، فانا مش محتاجه اصلا الباترن في حاجه. انا معايا الجيج بتاعتي هعتمد عليها، وهعتمد على نوع الخيط اللي معايا ومواصفات الخيط بتاعي والابره وكده، وهاخد منها بس طريقه الكيبلز والطريقه الاساسيه او كونستراكشن الاساسي للبلوفر. فدي من الحاجات اللي استفدت بيها بصراحه من فكره اني بعمل الباترن او متعوده انفذ الباترن من نفسي، علشان الشكاوي كتير جدا اللي جت من الناس على الباترن ده. انا خلصت جزء كبير من الكم الاولاني، تقريبا فاضل فيه جزء قليل جدا، ولكن انا عملته بلوكينج لان كنت خايفه اني حاسه ان هو ضيق شويه. فقلت اعمل بلوكينج اشوف هو ضيق ولا لا، ابدا من الاول ولا لا. بعد البلوكينج حسيت انه ده مناسب ليا قوي ككم نفسه، بس كنت قلقانه شويه من فكره ان هو يكون ضيق في الجزء اللي فوق من الكم. ده كان قلقني شويه، ما زلت مش عارفه اعمل ايه. هل الصح ان انا افك؟ ما انا لو فكيت وعملته اوسع، انا مش عايزه الكم من تحت او من اتجاه الدراع نفسه يكون واسع قوي. فده برضو قلقني، انا مش عايزه ازود قوي فيوسع، لاني انا حابه الشكل يكون كلاسيك اكتر ما يكونش واسع. لكن اللي ركزت فيه ان معظم الناس اللي نفذت الباترن ده الكم فعلا عندهم من فوق، من عند الدراع من فوق خالص ضيق شويه. فقلت خلاص يعني هعمله بلوكينج واسع شويه الجزء ده، وبعد كده هيظبط باذن الله، فمش هفك. انا اشتغلت البلوفر ده بابره كبيره شويه مقاس 4.5. البلوفر ده بنبداه من اول الريبنج بتاع الكم بابره اقل. بنبدا نعمل 10 سنتي 2 باي 2 ريبنج، وده مخلي شكله مختلف شويه. بعد كده بننتقل للابره الاكبر ونعمل الغرز بتاعتنا. الكيبلز بتاعته سهله جدا، مش زي ما يبان ان هي صعبه شويه. دي زي خليه نحل او كده، معظمها سهل جدا، مش بتاخد وقت خالص يا جماعه. على عكس توقعي، انا كنت متخيله ان البلوفر هياخد وقت كبير جدا وان كل قطعه فيها هتاخد وقت، لكن لان احنا اصلا استخدمنا ابره كبيره فلا، الموضوع سريع جدا. الكم ده ما خدش وقت خالص.
كمان طالع فلافي قوي او منفوخ بشكل طري وحلو. الفينش كمان بتاع شكل الغرز بتاعه مختلف قوي ومميز، فمن اجمل الحاجات بصراحه اللي ممتعه قوي وانت بتشتغلي عليها. ده من القطع اللي اعتقد انا هعينها، او على الاقل مش هلبسها في الشغل او هبهدلها، عشان هي قطع فعلا مميزه قوي، مش بتاعت بهدله بصراحه خالص. فعجباني جدا ومش حابه ان انا يتبهدل مني بسرعه يعني. بالنسبه للخيط فانا ما كنتش عارفه الاول المفروض ان استخدم خيط ايه. كذا مره اشتري خيط واجربه اعمل الجيج بيه، ما تعجبنيش. جربت مورينو من اللي موجود هنا، مش عارفه ان هو ايه بس ما عجبنيش. جربت خيط كنت شاريه ستوك ما عجبنيش، فما كانش عاجبني كذا نوع خيط. لحد ما فكرت اني استخدم خيوط صوف عادي واحط معاها فتله مهير. فبالنسبه للخيط فانا استخدمت لانا جولد فاين. الخيط ده عباره عن 49% صوف طبيعي، 51% اكريليك، وده من اجمل انواع الخيوط اللي انا بحبها في البلوفرات فعلا. بيكون مناسب جدا، وبجد مدي البلوفر ده بالتحديد ملمس حلو قوي. حطيت معاه فتله سلك مهير، وده الفتله اللي بتخلي الفابريك نفسه فلافي قوي او طري، فهما مع بعض مديين ملمس مميز قوي. وطبعا لانه لونه ابيض مهما حاولنا بيبان كأن فيه فراغات، بس احنا بنلبس تحت بيزك ابيض او حاجه لونها ابيض ما بيبانش اي فراغات في الموضوع. عجباني كمان الدرجه الرصاصي اللي كانت في الصوره دي، هوريها لكم. بس انا ما لقيتش هنا درجه رصاصي حلوه. معظم درجات الرصاصي اللي بتكون متاحه هنا بتكون مش حلوه قوي. والجري عامه من الالوان اللي يا اما الدرجه بتكون حلوه قوي ومميزه، يا بتكون الدرجه وحشه قوي وما افضلش يعني اني اشتغل بيها. فكرت ان انا هعمله باللون ده، هو كان حلو قوي في الاوف وايت، فكرت هعمله بيه، ووقت ما الاقي درجه رصاصي مميزه ابقى اعيده تاني بيه. تخيلت بصراحه ان انا لان الكم ما اخدش معايا وقت كتير ان انا هقرر ان انا اخلصه بسرعه، وان ده هيديني شغف اكتر اني اشتغل عليه كتير. لكن حسيت ان دي من القطع اللي عايزه اشتغل عليها بروقان، وانا مش مستعجله. الشتا فاضل له كتير باذن الله، فانا مش مستعجله في حاجه، فعايزه اعملها وانا مبسوطه، مش وانا عايزه اخلصه. اتمنى باذن الله اخلصه قبل الشتاء. هو لو ركزت مش هياخد وقت كتير، خصوصا هو من الكيبلز السهله جدا. لكن زي ما قلت لكم انا عايزه اعمله وانا الدنيا تمام بالنسبه لي وكده، ما بقاش مستعجله انه يخلص. فبس ده بالنسبه للبلوفر ده، وده من اكتر البلوفرات اللي انا بشتغل عليها فعلا، وانا متحمسه اشوف النتيجه بتاعتها عامله ازاي. هو مش مناسب للمبتدئين قوي لكذا سبب. اول حاجه ان هو الطريقه اللي بنبدا بيها وكده، وان احنا بنحتاج نفصل كذا مره. تاني حاجه انه علشان الباترن مش افضل حاجه ومش مكتوب كويس قوي، فلو حد مبتدئ هيبقى محتاج الباترن يكون مكتوب كويس، فصعب ان يكون حد مبتدئ بيعمل بلوفر مش سهل وكمان الباترن مش مظبوط، فمش مناسب قوي للمبتدئين. بس حاولوا ان انتوا تدوسوا لحد ما توصلوا ان انتوا قادرين تنفذوه، علشان بجد هو يستاهل قوي. بالنسبه للبلوفر ده فهو بلوفر قريب جدا من انجريد سوتر. البلوفر ده انا استخدمت فيه خيط اليز انجورا جولد على فتلتين مع ابره 3. الدرجه دي من الخيط انا كانت عجباني من زمان جدا، وكنت عايزه اشتري خيط، فبعت بنت خالتي شركه 6 اكتوبر تشتري لي، فكانت معظم الالوان اللي هناك خلصانه، لكن وهي بتصور لي الالوان لقيت الدرجه دي، فقلت خلاص هي انا هشتريها وادور على حاجه اعملها بيها. فاشتريت 3 بكرات، وبعد كده اشتريت 3 بكرات كمان من مس كرشي. اخترت البلوفر ده لان شفت كذا حد عامله بالدرجه دي كانت حلوه قوي، فحسيت ان هو هيبقى مميز. انا بدات في البلوفر امبارح، ما اشتغلتش عليه كتير، اشتغلت عليه فتره قصيره خالص، مفيش حاجه كتير اقولها عنه. انا هدفي اني اخلص الجزء الاولاني منه، الجزء بتاع الامام والخلف، وابدا اشتغل الراوند واوصلهم ببعض، بحيث ان انا بعد كده اكون بشتغل براحتي في الوقت اللي انا عايزه اشتغل عليه فيه، اكون بس خلصت الجزء اللي فيه ارقام قوي، فمش حابه اني اضغط نفسي فيه، عايزه اشتغل فيه بس وانا فاضيه شويه. هو الباترن بتاعه مش موجود، يعني عشان تشتري الباترن هو تبع شركه خيوط
مش بتبيع الباترن لوحدها ولا بتنزلها على الرافلي ولا على اي حاجه، انت بتشتري من عندهم خيوط وبتشتري معاها الباترن او في الكتب بتاعتهم. ودي طبعا حاجتين مش متوفرين عندنا هنا، فما فيش فرصه لشراء الباترن. لكن هو مش صعب، هو برضو سيكشنز او باترنز بتكرري كل شابتر، ما فيهوش حاجه صعبه قوي. الفكره في البلوفر ده ان هو من البلوفرات اللي بيكون اوفر سايز شويه وبيحتويكي قوي، فعجبني شكله علشان كده حسيته هو قريب جدا من انجريد سوتر، لكن الغرز اللي فيه مختلفه شويه، وانا كان عاجبني انجريد سوتر، فقلت بدل ما اعيده انا اصلا لسه مخلصاه انا اعمل ده. متحمسه ليه بصراحه جدا، للون كمان علشان مختلف عن الحاجات اللي عندي قوي، وانا بحب الاخضر بس مش دايما بيكون درجات الاخضر حلوه في الخيوط اللي عندنا، فعشان كده انا متحمسه اني اخلصه. مش هضغط نفسي فيه زي ما قلت لكم، كل ما ابقى فاضيه شويه او كده هشتغل عليه شويه. الجزء الاولاني ده كان عباره عن غرزه اماميه وغرزه خلفيه، والسطر اللي بعديه الغرزه الاماميه بنعمل عندها غرزه خلفيه والعكس، فده بيدينا الملمس ده. وبعد كده بنعمل زي دايموند او معين، فهو الغرز بتاعته سهله ما فيهاش حاجه جديده او كده. بس فاتمنى اني اطلعه مظبوط ويكون مقاسه حلو، عشان هو انا نفسي اطلعه اوسع شويه من انجريد سوتر، بحيث اللوك بتاعه يبقى مختلف شويه. وبس كده. اخر حاجه عايزه اكلمكم عنها هي الكارديجان ده. انا كنت وريته لكم قبل كده. الكارديجان ده انا بعمل له فيديو توتوريال، انا خلصت تصوير الفيديو نفسه، فاضل شويه في الايديت وفاضل اني اضيف الصوت، لاني انا وقتها كنت بصور وبضيف الصوت لوحده عشان الدوشه وكده، فده بياخد شويه وقت، بس انا عايزه انزله. انا كنت عملته كذا مره، عملت منه مرتين مورينو ودي المره الثالثه. المره دي انا عملته ب لانا جولد، مش لانا جولد فاين الاسمك، لكن انسب حاجه ليه عجبتني كانت اليز مورينو، 100% صوف، كان حلو قوي، بس وقتها ما كانش فيه فاستخدمت الخيط ده، لكن ده حلو قوي برضو. فاضل اني اخلص ايديت واضيف الكور الصغيره دي في البلوفر، فاعتقد ان شاء الله مش هياخد وقت كتير اتمنى. فلو حد عايز يجهز الخيط ليه من دلوقتي، اشتروا 3 بكرات لانا جولد او 400 جرام اليز مورينو، مش فاكره اخد قد ايه بالظبط، بس اعتقد احتاجت ال 400 جرام بس. فده بالنسبه للكارديجان ده. كده خلصت الحاجات اللي انا كنت عايزه اتكلم عنها، بس كان ليا طلب عندكم لو حد اتفرج قولولي هل التصوير بالطريقه دي تمام بالنسبه لكم، هل هو افضل من الطريقه التانية، هل هو مش افضل لكن يعني تمام الدنيا كويسه، هل في حاجه معينه محتاجين نتكلم عنها، فيديوهات معينه، قولولي برضو يعني ملاحظاتكم او كده. وبس كده.